فالشيخ قبورة رحمة الله عليه كان أبوه يسموه بن ذهيبة، بن ذهيبة، ويسموه الخوني. هذا مصطلح الخوني لعله ما عندكم. الخوني هو الذي يخدم الزاوية القرآنية والزاوية العلمية. فكان والده له عقارات وله أملاك. نعم نعم. فباع كل ممتلكاته للزاوية ولم يبق شيئا، لم يبق شيئا. في يوم من الأيام ذهب إلى أحد قرابته يستعير مالا أو يقترض مالا، فضحك، نعم، فضحك عليه ذلك الرجل وقال: لقد صرفت أموالك على الرجال وذهبت تقترض. فوقع هذا في قلبه وذهب إلى الشيخ. قال: يا شيخ، لقد أنفقت كل أموالي وعقاراتي للقرآن وللزاوية، ولقد وصلت إلى حد لا أجد قوت يومي، ولو أعطاني الله عز وجل مثلما أنفقت لأنفقت، وهكذا، ولست نادما، ولكن ذهبت عند فلان أقترض منه مالا فقال لي كذا وكذا وكذا. فوقع هذا في قلب الشيخ. فقال الشيخ له: ألك ولد؟ قال: عندي ولد صغير اسمه محمد، كان في العاشرة. فقال له: أصحبه معك وأحضره معك. فلما حضر قال للشيخ: لقد وضع الشيخ من تكوك، هذا الولي الصالح، يده على رأسه وقال: الذي في محمد، وقال بهذه العبارة: الذي في محمد هو في محمد والمزيد. محمد بن طكوك في محمد. قال له اللي في محمد راه في محمد والمزيد. وأعطاه وردا، والورد هو الصلاة على النبي. فكان رجل جالسا فقال: يا شيخ، اعطيني مثل ما أعطيت لمحمد. فقال: هذا قوي لا يقدر عليه إلا محمد. فكان ورد الشيخ منذ تلك اللحظة أنه يصلي على النبي في اليوم 3000 مرة، وكان لا يخرج من بيته حتى لا يضيع ورده. فقلت له: كيف استطعت أن تفهم عويص العلم ودقيق المسائل؟ فقال: بالصلاة على النبي. فقال: ما استعصى علي أمر إلا ذلل وسهل بالصلاة على النبي. وكان شيخي ذاكرا، وما رأيته يوما مذ 20 سنة يحمل سبحة، ما رأيته يوما يحمل سبحة. الذي يراه يقول: هذا لا يعرف الذكر. وعليه هذه الشيخ رحمة الله عليه قرأ على الشيخ بن تكوك أوليات العلم، ثم بعد ذلك درس على شيخ اسمه عتبة بن عبد الحكم. هذا عتبة بن عبد الحكم هذا من الطراز العالي. عتبة بن عبد الحكم هذا، نعم، هذا درس على الشيخ البشعيبي، والبشعيبي درس على عليش. وهذا عتبة بن عبد الحكم سبحان الله جاء إلى مستغانم بعد زلزال الأصنام أشلف. نعم. فالتحق به الشيخ في سنة 80 81 83، وقال له: اذهب. الشيخ نعم. متى ولد رحمه الله؟ الشيخ لا، شكون هو الشيخ قبورة؟ لا، 48 49. لا، هو ليس كبير. لا لا، مات صغير رحمة الله عليه، مات صغيرا في السن ولكنه كبير في العلم رحمة الله عليه. الشيخ قبورة رحمة الله عليه 31 سنة عندما أدرك. نعم عتبة. نعم. الشيخ قبورة هو عصامي، وكان له طريقة عجيبة في العلم، وكان الشيخ حركيا. كان الشيخ رحمة الله عليه يقرأ لسعيد حوة كثيرا، ويقرأ لسيد قطب كثيرا. نعم. وكان يقرأ لهؤلاء الأعلام رحمة الله عليه. وقلت له: هل تقرأ للمعاصرين؟ فقال لي رحمة الله عليه، قال لي: لا أستطيع أن أستعيض علم ابن تيمية وابن القيم وخليل وهؤلاء بما كتبه الأقدمون المعاصرون. فالشيخ ما كان يقرأ كثير المعاصرين. لماذا؟ قال لي: لأن علم المتقدمين فيه كل شيء. وكان يقول لي: ما كان أصح علم من تقدم، ما كان أصح علم. نعم. الشاطبي وصيته أن القراءة للمتقدمين أحسن. هو الشاطبي أبعد النجعة. الشاطبي أبعد النجعة، قال: لقد أفسد مذهب مالك بن شاذ بن بشير. هو أبو عمرو بن حاتم. نعم. مالك في التسهيل. جميل جدا. وعليه ذكرتني
ابن مالك في التسهيل رحمة الله عليه قال في المقدمة كلاما جميلا، لأنه لما كانت العلوم منحا قال فأما بعد فإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر تحصيله على كثير من المتقدمين، نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. شيخنا كان ذكيا، وما زلت أستحضر وأستشعر ذلك المقام الجميل. كان شيخنا يدرسنا جمع الجوامع ويدرسنا القوادح في القياس. تعرفون القوادح في القياس؟ هذا أصعب ما في القياس، هذا ذروة السنام. وكان الشيخ ما زلت أذكر أنه يخرج من بيته على الساعة 8:30 ويمكث من بيته إلى المسجد ساعة يمشي. لكثرة ما يسلم، لا المسجد أمتار، لكثرة ما يسلم الناس عليه، فكان يمكث ساعة في الطريق لأنه لا يرد يد طالب يسلم الناس عليه. فأقول الشيخ سوف يدرسنا جمع الجوامع وسوف يسبح بنا في الفضاءات، هذا لا يستحضر، لا يأخذ، لا يصحب معه ورقة ولا كناشة ولا بورتابلا ولا كمبيوتر، هذا ألا يخاف من العلم؟ فجرأنا الشيخ بتلك اللحظات، جرأنا على العلم. سبحان الله. هذه ما قد يقول قائل ما سبب ارتجالك؟ فأنا ما زلت أذكر تلك اللحظات. الشيخ يريد أن يتكلم في خليل، يريد أن يتكلم في عويس العلم ولا يصحب معه شيء. أنا أقول في نفسي هذا الرجل أراد أن يتكلم عن البيضاوي والرازي والجويني عن دقيق العلم، ألا يصحب معه كتاب؟ ألا يصحب معه كمبيوتر؟ ألا يصحب معه شيء؟ ألا يخاف أن تخونه العبارة والفكرة؟ ولكن إن الرجل صلى الضحى وقرأ شيئا من ورده واتكل على الله عز وجل، فتلك اللحظات أثرت فينا، فالحمد لله اقتفينا أسراره وأنواره. مع الله موفق. شيخنا على كل حال هو العلم الذي ترونه في المواقع، هذا جزء من علمه. هو علمه يكون في الجلسات، هو شرحه للخليل ليس هو كل ذلك العلم. ولكن أنا قرأت عليه بعضا من موافقات الشاطبي فكان يأتي بالعجب العجاب، فكان يلهم رحمة الله عليه. وسألته كيف ترى الشاطبي؟ فقال لا أشبه الشاطبي إلا برجل ارتقى إلى جبل شاهق فنظر إلى الشريعة فاستجلب صلاحها وضرأ فسادها، رحمة الله عليه. نعم 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 نعم. وكان لا يحب المناصب ولا يحب الإعلام ولا يحب الظهور، كان منزوي رحمة الله عليه. نعم، كان لا يحب هذه الأشياء. الله يفتح علينا. نعم نعم. 20 سنة أنت أنا لازمته 20 سنة رحمة الله عليه. نعم. الله يفتح علينا. آمين يا رب إن شاء الله. شيخ رحمة الله عليه ما شاء الله.